طب يا ترى اول ما افتح الجلد هلاقي ايه في وشي؟ الانبا انطونيوس اول واحد. فعلشان كده النهارده هناخد يعني غالبا اليوم المحاضرتين كلهم غالبا هيكونوا عن الانبا انطونيوس، قصته واقواله وقصص حصلت اثناء حياته. اتفقنا ان الكورس بتاعنا اسمه من هذه الطالعة من البرية في نشيد 3:1. ربنا بيبص على النفس البشرية لقاها جاية من الصحراء، كأنها بتقول له أنا ماليش حد غيرك وسبت العالم ورايا وجاية لك في الصحراء. الجماعة دول عملوا كده وتعالوا نقلدهم، حتى مش بشرط ان احنا نطلع الصحراء طبعا، لكن بشرط ان احنا نبص للعالم على انه تراب، وبكده نبقى في صحراء. فربنا يقول لنا من هذه الطالعة من البرية. نبدأ بالأنبا أنطونيوس أب الرهبان. الحقيقة رجعت المصادر كتيرة عشان أجيب شوية حاجات. عارف كلكم عارفين قصة الأنبا أنطونيوس، فرجعت لبعض المصادر لقيت في مع حاجات إحنا يمكن ما كناش نعرفها أوي. الأنبا أنطونيوس اتولد من أبوين قديسين تقيين مسيحيين، لأن إحنا معرفتنا إن هو اتولد في عيلة غنية، فمش عارف ليه مجرد ما بنسمع إن هي غنية بلاك ليستد يعني. لا، هم كانوا ناس كويسين جدا وناس أتقياء وناس روحانيين، وده لا يتنافى أبدا مع غناهم. هم كانوا بيملكوا تقريبا 10% من بني سويف، 300 فدان من الأراضي الخصبة في بني سويف، قمن العروس في بني سويف، كانت ملك عيلة أنطونيوس أو أسرة أنطونيوس. هم عيلة غنية جدا. الأب كان اسمه يحنس والأم اسمها جيوش. وانتوا عارفين ان القصة بتقول ان كان ليه أخت، لقيت ان الأخت بحسب المراجع اللي رجعت لها يعني اسمها ديوس. فالأخت ديوس، الأب يحنس والأم جيوش. معنى اسم أنطونيوس يعني عوض الله بالظبط يعني. عاش امتى القديس الأنبا أنطونيوس؟ هو اتولد تقريبا 251، يعني قول 250 ميلادي. 250 ميلادي ده يعني القرن الايه؟ نص القرن الثالث، 250 ميلادي. كان مين البطرك ساعتها؟ البابا لو تفتكروا اديت لكم في الكورس اللي فات واحد اسمه البابا ديونيسيوس ال14. كان انسان رائع، وانا شخصيا قلت لكم انا متاثر بيه جدا. والبابا اثناسيوس الرسولي بالرغم انه ما عاصرهوش، بابا اثناسيوس رقم 20، لكن كان بيعتبر البابا ديونيسيوس هو المعلم بتاعه، معلم الكنيسه الجامعه، من كتر ما هو دافع عن الايمان وصمد ضد الحروب والهرطقات. عاش القديس الأنبا أنطونيوس أو الطفل أنطونيوس في الوقت ده في قمن العروس وسط الغيطان وسط مصر والنيل، وشبع من الجو اللي احنا عايشينه. دول أجدادنا أحبائي، دول أجدادنا عاشوا بنفس ظروفنا في الجو الريفي البسيط في نفس الأماكن اللي احنا بنزورها وعارفينها ويمكن اتولدنا أو عشنا فيها. الأباطرة ساعتها الرومان اللي بيحكموا العالم كله ومن ضمنهم ولاية مصر كأنها ولاية جوه الإمبراطورية، كان الإمبراطور ديسيوس. مين ديسيوس ده؟ ده اللي أيامه استشهد مين؟ أبو سفين. دي أيام أبو سفين. علشان كده يقال إن الكنيسة اللي دخلها الأنبا أنطونيوس وسمع فيها إن أردت أن تكون كاملا، دي كانت كنيسة أبو سفين بتاعت القرية. يعني الأنبا أنطونيوس ده بعد أبو سفين، ده هو اتولد أيام ما أبو سفين استشهد، فعلى ما كبر كان أبو سفين قديس معروف. حضر بعد كده بقى، لأن هو تقريبا عاش 100 سنة الأنبا أنطونيوس أو 100 وشوية، فعصر بعد كده بعد الإمبراطور ديسيوس عصر إمبراطور تاني اسمه فاليريان. وأيام فاليريان كان في جزء من الحرية الدينية على الأقل في فترة من الملكية بتاعته للإمبراطورية. كبر أنطونيوس وهو في العيلة الغنية دي، عايش حياة شبه مترفة وسط مناظر طبيعية جميلة، بس أبوه وأمه 2 أتقياء. فيذكر قصة بتاعته عن طفولته إن هو كان يحب ربنا من هو صغير، وباين فيه بوادر محبة ربنا، بس اللي في حدود الطبيعي، زي ما ولادكم في مدارس الأحد يرجعوا يدندنوا ترانيم وألحان، هو كان يحب الترانيم والألحان. ساعات ياخد بعض الأكل أو بعض حاجة ويديها للأطفال الفقراء، عادي، ولادكم بيعملوا كده، والقلب المحب ده موجود في كل الولاد. بس الأب والأم كانوا
بينموا له محبته لربنا دي، بالرغم انهم عندهم كل وسائل الطرف، وجو الامبراطوريه الرومانيه في الوقت ده كان بتاع استشهاد ابو سفين وغيره، لكن حافظوا على الايمان وربوا ابنهم على الايمان وسقوه المسيحيه بالمعلقه وباركوا فيه الصفات الحلوه اللي جواه دي. ما لحقش يقعد كده مده طويله ويستمتع بابوه وامه غير لغايه سن المراهقه كده، عند 18 اتنيح ابوه يحنس، بكى عليه بكاء شديد لانه كان بيحبه. احنا دايما بناخد من القصه ان هو اتعظ من موته بس، لكن هو كان بيحب ابوه جدا ومتعلم من ابوه الديانه المسيحيه والممارسات الروحيه. لكن اللي جه في باله، ابويا الجسد اللي قدامي ده ما بقالوش صوت دلوقتي، هو لسه امبارح كان بيكلمني، ولسه اول امبارح كان يرفض ده ويعين ده ويخصم من ده ويتحكم في ده، مش من هو انسان شرير بس بحكم منصبه. دلوقتي هو جسد مزجي قدامي، يعني قدامي كده نايم وما بيتكلمش، والقصه خلصت. عارفين القصه خلصت امبارح النهارده. كل بقى الطموحات والاحلام دي راحت، وكل اللي كان بيحوشه لروحه مش هيستمتع بيه. انا لازم افوق. فانتوا عارفين تعتبر دي تاني تلمذة للقديس الأنبا أنطونيوس. الأول التلمذ على أهله، أبوه وأمه الروحيين. رقم 2 بص على الجسد وراح قايل الجملة الشهيرة إيه؟ لقد خرجت من هذا العالم بدون إرادتك. بس هو مش بيقول كده، هو متضايق منه، عشان بس الحتة دي ساعات. لقد خرجت من هذا العالم بدون إرادتك، ولا عجب في هذا. ما فعلا الواحد بيموت مرة واحدة، ولكن العجب مني إذا انتظرت أن يحدث فيا هكذا. يعني أنا مش هستنى إن يجيلي الموت فجأة، أنا هموت بإرادتي من دلوقتي. أنا هعتبر نفسي ميت عن العالم من دلوقتي. لقد خرجت من هذا العالم بدون إرادتك، وليس عجب في هذا، ولكن العجب مني إذا فعلت مثلك. يعني إذا استنيت برضو الموت ياخدني فجأة كده. أرجع وأقول كم مرة حضرنا موقف يشبه الموقف ده؟ بلاش انتوا، أبونا بيحضروا كم مرة في اليوم؟ هل يا ترى التعاظي في الصلاة الخارجات أو كذا هو نفس التعاظي الأنبا أنطونيوس؟ الأنبا أنطونيوس كان عنده ميزة رائعة، إن كل حدث بيحصل قدامه بيعتبره رسالة من ربنا. كل حدث بياخده محمل الجد ويطلع منه بعبرة وتأمل. عشان كده هيبقى الأنبا أنطونيوس أب التأمل بقى والأقوال كلها بعد كده، لأنه تعلم إنه ما يعديش الأمور مرور الكرام، بياخد كل الأمور إنه ممكن يطلع وراها بعبرة. فتعلم من أبوه وأمه، وبعد كده تعلم من وفاة أبوه. 6 شهور واتنيحت أمه كمان. في ال6 شهور دول الأنبا أنطونيوس كان ابتدى يفكر في فكرة أنا عايز أموت عن العالم قبل ما أموت بالجسد، أنا عايز أطلعها بإرادتي أنا. بس فضل يراعي أمه. خلوا بالكم من النقطة دي، أمه لسه عايشة وأخته، فمش هيسيبهم ويمشي. تحمل المسؤولية وقعد ال6 شهور دي. أمه ما كانتش عيانة ولا حاجة، لكن هو كان ممكن يقعد أكتر من كده. هو ما باعهاش يعني أخطيت، هو فضل يرعاها وفضل يراعي الأطيان والحاجات اللي سايبها أبوه، لكن القرار في باله. وهنا بقى تيجي الفضيلة اللي عايزكم، صحيح مليان فضايل طبعا، لكن الفضيلة اللي عايزين نمشي فيها في حياة الأنبا أنطونيوس، وهي فضيلة اسمها التدرج. الأنبا أنطونيوس مش زي ما إحنا بنقرأ القصة في سطرين، أبوه مات، لأن الموت ممكن ياخدنا في أي لحظة، قام طلع الصحراء وودى أخته بيت للعذارى وبقى قديس حواليه هالة نور. القصة بتيجي تدريج وعلى المهل. نقرأ الكلام ده فين؟ في بستان الرهبان، ونقراه في كتاب حياة أنطونيوس اللي كتبها البابا أثناسيوس الرسولي تلميذه. فابتدى في ال6 شهور دي يفكر أعمل إيه؟ إزاي ما سيبش إن الموت مرة واحدة يخبط بابي؟
وابتدى الانبا انطونيوس، خلي بالكم هو اب الرهبان، يعني قبليه ما فيش رهبان، ما فيش نظام رهبنه، فهو لسه بيشوف اعملها ازاي. فقعد يقلب في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس مليان رهبان قبل الرهبنه. يعني بصوا معايا كده مثلا على اخنوخ. اخنوخ ده كان بيعمل ايه؟ يقول لك كان يخرج، مكتوب في الكتاب، هم ايتين مكتوبين في سفر التكوين عنه، ان كان يخرج يتامل في خلوه مع ربنا، وبعدين يرجع تاني، وبعدين يخرج يتامل ويرجع تاني. قعد يعمل كده قد ايه؟ عقبال عندكم 300 سنه. يعني هو جاب العيال ورباهم حوالي 300 سنه، باين هو اظن عاش 600 حاجه، رقم كده يعني. فربى العيال وكبرهم، الحمد لله بقوا شباب عندهم 300 سنة كده، واطمن عليهم مع مامتهم. فابتدى يطلع بقى البرية ويقعد مع ربنا ويرجع، ويسرح ويطول ويرجع ويسرح أكتر، وبيتمشى مع ربنا لغاية ما ربنا في مرة قال له بقول لك إيه، أنت عمال تتمشى معايا وترجع تاني، طيب ما أنا بيتي أقرب، بدل ما ترجع أنت بيتك ما تيجي عندنا نضيفك. وراح ربنا واخد أخنوخ وطلعه على السماء، ولم يوجد لأن الله أخذه. نقرأ مثلا عن داود النبي. داود النبي كان راهب صغير كده، يطلع يقعد خلوة وسط المزارع ووسط الأغنام ويقول مزامير. هو الرهبانة إيه أو الخلوة إيه غير إن الواحد يقعد مع ربنا ويقول مزامير؟ هي بس كده. لدرجة إنه بعد بقى ما عملوه ملك، وبعدين جه أبشالوم ابنه عايز ياخد منه الملك، راح سايب له الملك، قال له خدها. وراح عامل ايه؟ وراح رايح على جبل الزيتون تاني، ملك لابس تاج وكل حاجه، رجع على جبل الزيتون وما عندوش مانع يرجع يربي الغنم تاني. وقال لهم بقول لكم ايه، بوصيكم على الملك، خليكم معاه بقى. الملك ايه انت الملك؟ لا، قال لهم كده، قال لهم الملك ابشالوم، يعني ما صدق. مزامير داوود تقول ده كان راهب صغير. صموئيل النبي اللي هو المعلم بتاع داوود راهب، ده حتى مكتوبة وكان يذهب إلى منسكه. منسكه يعني القلاية بتاعته، منسك نسك. إيليا النبي راهب، ما هو عايش في مغارة في الجبال. يوحنا المعمدان. السيد المسيح نفسه ما هو كان يطلع يقعد في الجبال ويختلي، يقعد مع الناس شوية ومع التلاميذ شوية، بس أكتر الوقت على الجبل. موسى راهب على صغير 40 سنة بس يعني، وهكذا. ففكرة الرهبنة ابتدت تتبلور جوه باله، بس لسه ما خدتش شكل نهائي. بس هو لقى ان الناس اللي بتحب ربنا قبله بيعملوا ايه؟ بيتركوا ويمشوا ورا ربنا. يتركوا بقى، اللي يترك بيت، اللي يترك فلوس، اللي يترك وقت، اللي يترك صحة، اللي يترك طموح، زي ما تيجي. وفضل يرعى أمه. ربنا يريد أن بعد 6 شهور هذه القديسة تنتقل لجوار زوجها، ويفضل هو وأخته اللي كان اسمها إيه بقى؟ ديوس. ويقول لها بقول لك إيه، ويبدو أن هم كانوا صحاب. في إخوات ساعات يبقوا إخوات أصحاب، لما تقرأ السيرة تحس أن هم بيتكلموا زي صحاب مش بس إخوات. فقال لها بقول لك إيه، مش اللي بالك بالي؟ قالت له يعني؟ قال لها يعني انت بتفكري نفس التفكير، احنا نفسنا نبقى ربنا مش كده؟ قالت له اه انا فعلا ده تفكيري. قال لها طب نعمل ايه؟ هو الواحد لا بيبقى مش عارف يعمل ايه، يوم يعمل ايه؟ يصلي ويروح الكنيسة. فوقفوا يصلوا سوا، وبعدين قال لها طب انا رايح العشية، وراح الكنيسة. لقى الشماس بيقرأ الآية اللي انتوا عارفينها: إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك واعطيه الفقراء وتعالى اتبعني. راح لأبونا وقال له معناها إيه الآية دي؟ قال له يعني الناس اللي بتحب ربنا قوي بتسيب كل اللي تقدر عليه في مقابل محبتها لربنا. خد الكلمتين وراح راجع على أخته، قال لها بقول لك إيه، وجدتها. قالت له إيه؟ قال لها إحنا نسيب كل حاجة، نسيب الفلوس بالذات، هي دي اللي شدنا لتحت، نسيبها ونطلع بقى إيه، نعبد ربنا. قالت له نسيب إيه ونعبد فين؟ قال لها الفلوس. قالت له طب هناكل نشرب منين؟ قال لها مش عارف. قالت له طب وهنروح فين؟ قال لها برضو مش عارف. فلما الواحد ما يلاقيش إجابة، قاموا وقفوا يصلوا مدة،
وراح رايح الكنيسة تاني. الكلام ده مش بتقروه في المتداول، لكن ده اللي حصل حسب السيرة. راح رايح تاني وهو متلقلق برضه، مش عارف يعمل ايه بالظبط. راح رايح الكنيسة تاني، لقى الشماس المرة دي بيقرأ وبيقول ايه: لا تهتموا فيما للغد، لأن الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شره. انظروا إلى طيور السماء، انظروا إلى سنابل الحقل، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. اتشحن بالمعنى وصدقوا جدا، ورجع لأخته قال لها أنا لقيتها، ربنا بيقول ملناش دعوة، الإجابة ملكمش دعوة. قالت له طب يلا بينا نعمل إيه؟ 300 فدان توزعوا على الغلابة، وخدها ووداها أقرب بيت للعذارى. بيت للعذارى دي بتكون بيوت ملحقة بالكنايس فيها مكرسات لخدمة الكنيسة، وكلهم بتوليات عذارى. وده يقول يعني السيدات يتبسطوا يعني إن كان في ملامح للرهبنة النسائية، مكان يجمع العذارى قبل ما يكون في مكان بيجمع الرهبان، صح؟ فأنتوا الأول يعني. فراحت فعلا بيت العذارى وهو انطلق. تعالوا الأول نقرأ الحتة دي. قديس البابا أثناسيوس يقول إيه؟ يقول إن قلمي لم يسطر من فضائل القديس أنطونيوس الكثيرة وتقشفاته الشقة وحروبه وانتصاراته الباهرة إلا 1 من 100. ده في آخر الكتاب. بس بصوا هو طلع بإيه الفضيلة بتاعت الأنبا أنطونيوس: ولكن هذا المقدار كافي لأن تعلموا كيف، دي اللي تهمني بقى، تدرج رجل الله منذ نعومة أظافره حتى نهاية أيام شيخوخته، وكيف داس تحت أقدامه كل غواية شيطانية. حتة تدرج دي إنه كبر بالتدريج لغاية دلوقتي التلمذ على أبوه وأمه، على موقف نياحة والده، وبعد كده على قول الإنجيل وتفسير الكنيسة. ما هو سمع القول بس راح سأل إيه التفسير بتاعها، وفعلا خد الخطوة دي واتحرك. راح فين؟ راح على البرية. طب البرية دي فين؟ دخل على الصحراء؟ لا، القصة فيها تدرج. أول حاجة عملها قرية قمن العروس اللي هو منها، طلع على نواحيها كده، على الحدود بتاعتها، يعني لسه قريب، وقعد يدور في حد هنا يقدر يقول لي أصلي إزاي؟ أما أنطونيوس أصلي إزاي من غير ما أزهق؟ فدلوه على واحد قاعد في عشة، قالوا ده راجل تقي كده وبتاع ربنا، روح هو يعلمك، راجل حلو. راح الأنبا أنطونيوس وقعد معاه، مع هذا الشخص اللي ما نعرفش هو مين، ومات وتنيح واحنا ما نعرفش هو مين، بس ده معلم الأنبا أنطونيوس. قعد التلمذ على إيده 3 سنين. 3 سنين يقول له نصلي من الأجبية إزاي الواحد ما يسرحش في الصلاة، إزاي أقرأ الإنجيل، طب إيه الألحان، طب أروح أتناول كل قد إيه، طب أعترف أقول إيه، طب إزاي أعترف بذمة. تلمذة الأنبا أنطونيوس بعد كده كانت على هذا الراهب أو على هذا الشيخ اللي لسه ما بقاش اسمه راهب لأنه ما كانش فيه لسه رهبانة وإحنا ما نعرفش هو مين، بس شرب منه وصول الحياة الروحية. بعد كده الأنبا أنطونيوس قال له أنا بقالي معاك 3 سنين، أنت كنت عايش هنا لوحدك، تفتكر أنا ممكن أعيش لوحدي؟ قال له أنت استويت، 3 سنين حلوين عليك، اقدر ابعد عني بقى شوية واعمل مغارة لنفسك واقعد فيها. قال له حاضر. وحتى دي كان فيها تدرج، لأنه أول ما اختار مكان يروحوا اختار حتة جنب النيل، بني سويف، فاختار حتة وسط المزارع علشان يبقى قريب من النيل، كانت حاجة عاملة زي مقبرة، وقعد فيها. قعد هناك يصلي ويشرب من مية النيل ويأكل من أي حاجة. قام لقى في سيدة جاية ومعاها مجموعة فتيات ونزلوا المية بيستحموا، فقال لهم بس استنوا، بتعملوا ايه؟ انا راجل هنا قاعد بصلي لربنا، ده منظر ده، امشي. فلقى واحدة منهم بتقول له ايه اللي امشي انت اللي تمشي، مش انت عامل بتاع ربنا قوي، قاعد جنب المية ليه؟ المية عشان الناس تستحمى فيها.
انت لو بتاع ربنا ما تتكل عليه يا اخويا، وعندك الصحراء واسعة، وبعدين لو عايز يشربك ما يشربك جوه. بهذه السخرية يعني. وكان رد الأنبا أنطونيوس زي ما هو مكتوب إيه: هذا صوت الله لا صوت الإنسان. يعني ربنا هو اللي رايد كده. قال لها ماشي. وزي ما انتوا بقى تشوفوا في الصورة اللي بعديها كده، طلع الأنبا أنطونيوس، واللي منكم يروح دير أنبا أنطونيوس في البحر الأحمر يلاقي الصخرة طالع منها ينبوع مية. قول لي نفسي أعرف دي إزاي العلم ما وقفش عند الموضوع ده. هي المية بتطلع عند الصخرة اللي في الجبل. نبع مية متفجر للأنبا أنطونيوس من وسط من وسط الصخر، وقعد الأنبا أنطونيوس يشرب من المية ويتعبد لربنا. ومن هنا تيجي التدرج رقم 5 ولا 6. كلام الناس حتى لو كان يعني يبدو كأنه غير حكيم، لكن يستحق التأمل، لعل يكون من وراه درس روحي أو بيشاور على ضعف جواك حقيقي أنت محتاج تغيره. صحيح الراجل اللي جنبك هو اللي زنق عليك بالعربية، بس أنا طلعت غضوب، فأنا مش هبص لتزنقته وغلطته هو، أنا هبص لغضبي أنا. هو تصرف غلط منه بس كشف عن ضعف جوايا. صحيح الست اتكلمت بطريقة غير لائقة وبتقول أي كلام، يعني إيه أروح الصحراء أشرب؟ يعني أنا من حق أشرب والنيل ما عملوش عشان نستحمى؟ وهكذا كان ممكن يرد بأي طريقة، لكن هي شورت جواه، ولأنه هو روحاني وعنده أحاسيس روحية قال أنا ما عنديش اتكال كامل على ربنا كفاية. طب أنا سايب العالم كله، أنا ليه مش متكل 100%؟ وأنا ليا غيره؟ وما أنا دفعت 300 فدان ليه؟ أنا متكل عليه 100%، يبقى يصح كمل لغاية الآخر. ودخل زي ما انتوا حضراتكم عارفين، ودخل في البرية. قعد الأول عند حصن حربي قديم يظهر من أيام الفراعنة أو حاجة، حتة مهدومة يعني. قعد فيها زي الطاحونة بتاعت بابا كرولوس كده، يعني مش في دير، لسه مفيش دير ولسه مش في حتة معروفة. قعد في حصن حربي حوالي 20 سنة. 20 سنة ده كان ممكن يطولوا أكتر من كده، لكن عرف بطريقة ما، ناس كانوا كتير بيروحوا يزوروه زي ما هنشوف دلوقتي، فعرف منهم ان الاستشهاد شد قوي، فجاله اشتياق ان هو كمان يكون شهيد. أنبا أنطونيوس كان عايز يبقى شهيد، فخرج من العزلة بتاعته 20 سنة دي وراح يقوي المضطهدين عشان يثبتوا في المسيح ويستشهدوا. وهو كان نفسه عمال يعلن إيمانه وعايز الناس تمسكه، يعني يا ريت. بس للأسف كانت سمعته اتعرف إن في راجل ناسك قاعد 20 سنة هناك والناس كلها بتحبه. وهوريكم دلوقتي حاجات تقول قد إيه هو كان مشهور وهو جوه القلاية دي. فيظهر السلطات خافت تقرب له عشان ما يحصلش ثورة عليهم، فما موتوش أنطونيوس، لكن هو كان عنده نية الاستشهاد. ومنكم يشوف صورة نادرة جدا للأنبا أنطونيوس راكب حصان وبيموت شيطان. الفنان رسمها له زي ماري جرجس وزي ابو سيفين، وزي في صور لماريمينا راكب حصان برضو. يعني عايز يقول ان هو كان عنده نية الاستشهاد، فقتل الشيطان بس في رهبنته، مش باستشهاده. قعد 20 سنة في الحصن الحربي ده، لكن خرج بس علشان يقوي الشهداء، وما راحش عشان يعمل رسالة ويرجع. ده قعد معاهم 3 سنين بيشتهي ان هو حد ياخده على اسم المسيح وسطيهم، لكن ربنا كان ليه يعني غرض اكتر. جايب لكم حتة من حياة أنطونيوس اقراها لكم، يمكن كنت قريتها لكم في الكورس اللي فات. يقول انقضت 20 سنة. هنا فين 20 سنة دول؟ في الحصن ده، دون أن يخرج أو أن يراه أحد، وهو ينسك بمفرده. ولكن بعد هذه السنين أراد كثير من الناس برغبة حارة أن يقلدوا نسكه، فأتى معارفه وفتحوا الباب عنوة. هو كان بيطلع قليل جدا، المرة دي جم وقالوا لازم تطلع تلمذنا بقى. فخرج أنطونيوس وكأنه يخرج من الهيكل. يعني منظر مخدع أنطونيوس
يقول إن ده هيكل. خارج منه وشه منور بشوش كأنه كان قاعد بيصلي قداس، بس قداس 20 سنة. تخيل كده انت المخدع بتاعك يتحول لهيكل بصورة للمسيح، بحنوط اللي بتاخدها من الكنيسة قدامها، الريحة بالمنظر بالسجادة انت قاعد في هيكل. بس مش بس الإخراج، المهم لقلبك انت بقى. لما بتطلع من المخدع طالع من الهيكل، البعض لما يتشد يسحب نفسه من وسط الناس ويخش يصلي 10 دقايق كده، ويطلع لهم يمسح دموعه وتلاقيه كأن مفيش حاجة حصلت. ليه؟ دخل الهيكل. وفي البعض يدخل يقعد نص ساعة بالصلوات المعتادة بس ما لاحظش تغيير. ليه؟ لو أنا حاسس إني داخل أقف في الهيكل قدام عرش المسيح بتكلم معاه وجه لوجه، هطلع متغير. لكن أنا مش طالع قدام الورق اللي اسمه الأجبية، أنا طالع أستخدم الصلوات عشان أقف قدام المسيح. أنبا أنطونيوس قعد 20 سنة قدام المسيح، زي موسى كده على الجبل 40 سنة. فطبعا يطلع منه بالمنظر اللي هيوصفه ده، وهو يحمل الله، شايل المسيح جواه، متعمقا في الأسرار وممتلئا بروح الله. فتعجبوا منه لأنهم رأوا جسده في حالته المعتادة، أي لم يترهل كشخص لم يمارس رياضة بدنية. يعني مش عشان قاعد 20 سنة فلازم بقى إيه يكون كرش كده. ولم يضعف أو يضعف بسبب كثرة الأصوام وصراعه مع الشيطان، برضو مش بقى وشه مخطوف يعني، بل كان هو نفسه كما عرفوه من قبل اعتزاله الطويل. لم يكن عابسا ولا ضاحكا، يعني معتدل. واللي يقرأ منكم رسائل الأنبا أنطونيوس، في 20 رسالة للأنبا أنطونيوس، هتلاقي دايما كلامه يقول النسك مش معناها إنك تعذب جسدك. ده فكر شرق آسيا على فكرة، يعني الهندوس والبوذيين وكده يعذب جسده. لا، بصوا القديس أنبا أنطونيوس يقول أما النسك فهو التوازن والاعتدال، حتى ما يرجع الإنسان إلى طبيعة آدم الأولى. يعني ليه أنبا أنطونيوس بتصوم نباتي؟ آدم كان بيصوم نباتي. طيب ليه بتدرب قلبك ونقاوة عينيك؟ عشان آدم قبل خطيته نقي وعينيه طهرة. طيب ليه فرحان وبتشكر ربنا وكأنك ما كنتش قافل على نفسك؟ عشان آدم كان فرحان بقعدته مع ربنا. جميلة جدا ان تعريف النسك عند الأنبا أنطونيوس هو الاتزان والاعتدال حتى ما يرجع الإنسان إلى طبيعته الأولى، أي آدم قبل الخطية. جميلة. يعني أنا لما بمسك نفسي عن البهرجة الزيادة أو عن الأكل الزيادة أو عن الرفاهية الزيادة، هي عشان زيادة، عشان أنا عايز أبقى أكون متوازن، عايز أكون الطبيعي. الطبيعي هو الأحسن، الزيادة هي اللي بتشتت الواحد. والرب شفى بواسطته أمراض عدد كبير من الحاضرين، وطهر آخرين من الشياطين بصلواته. يمكن ما كنتوش تعرفوا أن الأنبا أنطونيوس ليه معجزات. الأنبا أنطونيوس ليه معجزات كتيرة، مذكور منها قليل بس هي كتيرة، لأن مذكور أنها كانت كثيرة. وأعطاه الرب نعمة كبيرة في الكلام، فعز كثير من الحزانة وصالح المتخاصمين. عجبتني قوي برضو صالح المتخاصمين، يعني برضو كان في جزء خدمي، يعني لما يلاقي مشاكل ما بين الناس يجيبوه يحل المشاكل مش يعقدها. وفي نهاية حديثه قال لهم، دي بقى الجملة اللي طلع بيها بعد 20 سنة. يا ترى أنبا أنطونيوس بعد 20 سنة تطلع تقول لنا إيه؟ أنه ينبغي ألا نضع في العالم شيئا أرفع وأفضل من محبة المسيح. يعني تكون محبة المسيح هي أول وأعلى كل شيء عندك، حياتك تظبط بعد كده، الباقي كله يزاد لك. ما قالش هي الوحيدة، لكن قال ما فيش أفضل منها، يعني هي أولا. علشان كده أحبائي بقول لكم الأنبا أنطونيوس يمثل الرهبنة المعتدل، هو اللي أسس الرهبنة. أسسها إزاي؟ الاعتدال. طب أنت المسيح كل حياتك، بس بالنسبة للناس المسيح أولا لغاية ما ياخد الحياة كلها. بس الرك إن الواحد يحطه الأول، أول يومه، قبل ما يأكل، قبل ما هيشتغل،
قبل ما هيقعد يفكر في مشكلة. كل الحاجات دي هتسبقها صلاة، يبقى أنا كده بحط المسيح الأول، لكن لا يلغي إن بعد كده هفكر وبعد كده هشوف المشكلة، لكن أولا المسيح أفضل كل شيء. بعد كده الأنبا أنطونيوس بعد ما خرج علشان يعضد الناس اللي هيستشهدوا، قعد 3 سنين يعضدهم، ابتدى عايز يرجع تاني للحصن الحربي اللي هو كان قاعد فيه ده، بس لقى ان الناس عرفته جدا. بعد ما كانوا عارفينه وهو جوه الحصن، دلوقتي عارفينه كمان على حس ال3 سنين اللي قعدهم في اسكندريه. فكده بقى الناس مش هتسيبه في حاله، فقرر انه يروح الاقصر. طيبه كنتش عارف، عايز يهرب من الناس ومحدش يعرفه هناك. لكن ربنا قاده بشكل شبه معجزي عن طريق ملاك انه يروح على الصحراء الشرقيه عند البحر الاحمر. وكان ساعتها عمره مش صغير، كان ساعتها عمره 62 سنة. يعني الفترة اللي قبل كده كلها كانت في الحصن الحربي عند ضفاف النيل عند المقبرة. هنا وصل لتقريبا 62 سنة. قعد بقى في البحر الأحمر، وابتدوا الناس يجوا يتلمذوا عليه ويبنوا ألالي جنبه ويبقى ليه تلاميذ وأقوال وحاجات زي كده. هي من سن 62 لحد سن 100، ال40 سنة اللي جايين دول. نزل قد ايه فيهم؟ نزل مرة تانية ساعة ما سمع ان فيه هرطقة اريوس، كان الاستشهاد وقف خلاص، لكن جه هرطقة اريوس فنزل اسكندرية علشان يقوي ايمان الناس. والبابا اثناسيوس كاتب: الذين رجعوا الى الايمان في سنة واحدة على يد انطونيوس اكثر من الذين، هو ابا اثناسيوس يعني بيقول باتضاع اكتر من اللي انا عرفت ارجعهم على مدار خدمتي كلها. واتكتب كده: أنطونيوس في الاسكندرية. العالم ولع، أنبا أنطونيوس جاي اسكندرية، الناس كلها مستنية القديس، فكله جري عليه. ها، أريوس صح ولا أريوس الغلطان؟ هي كلمة واحدة تطلع من الراجل ده بس، خلاص أريوس غلطان يا ولاد، تمشي ورا أثناسيوس، خلصت، مش محتاج يوعظ تاني، هما 3 كلمات. وأثناسيوس يعني يقول: وأنا قعدت أكتب لهم الرسائل إلى الأريوسيين والرسائل إلى الوثنيين، وتجسد الكلمة فين، واشرح إيه. أنبا أنطونيوس جه قال لهم كلمتين: أريوس غلط، اللي بيقولوا أثناسيوس هو المظبوط. رجعوا كل اللي كانوا تبع أريوس. دخل أنبا أنطونيوس الأسكندرية، أو ظهر أنطونيوس في الأسكندرية، سنة واحدة رجع فيها الناس كلها. بعد كده رجع المغارة تاني، وكتب بقى في آخر مراحل حياته 20 رسالة اللي هنجيب أجزاء منهم في الآخر. ده شكل دير الأنبا أنطونيوس طبعا، اللي حضراتكم بقى من محبين الدير. ده الشكل من بعيد، المكان اللي كان عايش فيه تلاميذ الأنبا أنطونيوس، لأن هو كان عايش فوق على الجبل. تعالوا نطلع على الجبل أهو. دي السلالم، تالي ناس كتير من حضراتكم طلعوا الصعبة دي. تطلع على السلالم دي لغاية ما تشوف المنظر ده. ده منظر، دي القلاية بتاعت الأنبا أنطونيوس. لو قربنا منها شوية أهو، طبعا الناس ما سابتهاش في حالها وكاتبين على الحيطان. لكن بصوا صغير قد ايه، يعني ما تعرفش تدخل غير بجنبك يعني. وبعدين لما تدخل اكتر هتلاقي المنظر بتاع صورة الأنبا أنطونيوس والشمع اللي حواليها بالمنظر ده. عايز اقول لكم ان حتى اثناء يعني رحلة قداسة الأنبا أنطونيوس دي، هو عدى في علاقته بربنا بشكل متدرج. اقول لكم بعض الحاجات قبل ما نقرأ الأقوال. يعني مثلا الأنبا أنطونيوس في وقت من الأوقات، ما تتخضوش من اللي هقوله، كلها تدل على ان هو بيتدرج. يعني احنا شفنا ضعفات، زي مثلا ايه، لما قال لاخته: ايوه صحيح عندك حق، هو احنا هناكل منين؟ طب استني ما اروح الكنيسه. بس انسان عادي طبيعي. وبعد كده قعد مع الشيخ 3 سنين عشان يتعلم يصلي ازاي، ما كانش بسيط. وبعد كده راح برضه كان ايمانه مش 100% اتكال، فقعد عند ضفاف النيل عشان يشرب. بعدين سمع الكلام من الست، دخل في العمق، لكن هو شكل متدرج. فمرة من المرات قاعد يصلي، تتخضوش، زهق مل. وانا اقعد اصلي على طول كده؟ انا بقالي تقريبا 9 سنين بس، يعني غالبا كان قاعد كتير قوي. فراح ربنا وراله رؤية، شاف شخص قاعد عند نخلة كده وعمال ايه، بيعمل خوص. وبعدين وهو بيعمل الخوص يسيب الخوص ويقف يصلي مزامير شوية،
وبعدين يرجع يعمل خوص، وبعدين يعمل شويه مطنيات يرجع يعمل خوص. وانبا انطونيوس بيراقبه من بعيد كده. لما شاف المنظر ده راح رايح له وقال له انت بتعمل ايه؟ قال له اصل الواحد لما يقعد يصلي كتير، احنا مش روح بس، احنا جسد كمان، فالجسد ده لازم يشتغل، فاحنا نصلي واحنا بنشتغل ونصلي ما بين الشغل، بس لازم نشتغل. قال له صحيح. قال له افعل هذا يا أنطونيوس فتحيا. وطبعا اختفى من قدامه لان ده كان ظهور لملاك، مفيش رهبان قبله، ما هو اول واحد، فكان ده ظهور لأحد الملائكة ربنا بعته له عشان يوصل له الرسالة دي. ومن هنا ورايح ابتدى الأنبا أنطونيوس لما بقى عنده تلاميذ يقول لهم احنا لازم يكون عندنا حاجة اسمها عمل الإيدين. لازم عمل الإيدين، لازم الإيد تبقى شغالة والذهن في حاجة بيعملها. عشان كده أحبائي، وسط ما أنت بتشتغل لو في حاجة مش محتاجة تركيز في بيتك، وانت بتخيطي حاجة وانت بتصلح حاجة وبتعمل ايه قول مزامير وشغل قداس، دي أحلى حالة. الحالة دي جميلة وانت مع ربنا وايديك ملهية كده. الحالة دي هي حالة كأنك قاعد في الدير حبتين يومين كده، ربنا والألحان والمزامير بتزن جنبك وانت بتشتغل في حاجة ودماغك معاها. الجو ده جو خلوة. ساعات الواحد لما يحط كل تفكيره كده يلاقي نفسه سرح، لان هتجيله فكرة البوتاجاز بتاعه مولع والشباك بيدخل الناموس والولاد ما عملوش الواجب. هم 3 حاجات دول دايما. لكن طالما بتعمل حاجة وفي حاجة جنبك كده هتلاقي نفسك بتسرح فيها قوي وتركز فيها. جرب. عشان كده اللي منكم بيطلع خلوة في الدير لازم تلاقي اللي ماسك بيت الخلوة، ابونا اللي ماسك بيت الخلوة يشغلك، علشان ما تقعد لناش فاضي كده ويقول لك بقى ايه اقعد رتل. انا فاكر وانا صغير خالص لما رحت الدير كنت رايح خلوة برضو في دير دير السوريان خلاص. فابونا اول ما قابلني قال لي اهلا وسهلا. قلت له اهلا يا ابونا. قال لي انت منين بقى؟ طبعا مصر الجديدة دي عار عشان تبقوا عارفين. فقلت له قدسك من مصر الجديدة. مصر الجديدة. مصر الجديدة فين؟ مصر الجديدة. قلت له كنيسة كذا مصر الجديدة. تمام، خد لنا بقى ازازة الفينيك دي بجد وروح يعمل لنا الحمامات. فخدت ازازة الفينيك. هي المشكلة مش عشان انضف الحمامات، المشكلة مش عارف افتحها، يعني هي مقفولة زي عارفين البيبسي القديمة اللي بتبقى بالغطا. فاعملها ما فيش حاجة في الباب تعملها، ما فيش سنان، فقعدت عملتها بسناني بلعت نصها الحمد لله. فقال لي ايه مالك؟ مش بقول لك قدامك قد ايه، عايزين نتنظف المكان. قلت له حاضر يا ابونا حاضر. طبعا ايه حاولت ادخل انظف البتاع. لكن زي ما بقول لكم شغل الايدين شغل العمل. ويا سلام لو مهين شويه. مره يقول لي ايه روح هات لنا شويه الدقيق من الجو. قلت له من الجو ايه؟ قال لي لا الجو. طلع ان الجو ده المخزن بتاع الاكل في الدير. يظهر اسم كلمه قبطي ولا ايه، الجو مثلا ولا حاجه. رحت اشيل البتاع مش عارف اشيله، طبعا شوال دقيق يعني اللي هو بيبقى الضخم قوي ده. وطبعا الشغل المستمر مفيش حد بيقعد، هتشيل وحاجات اكبر من اللي انت متعود عليها عشان ذهنك وايديك تبقى مشغوله. ومن الناحيه التانية تتعود بقى ان في يعني حاجه تقيله عليك، ومن الناحيه التانية دماغك مشدود مع ربنا. الحاله دي جميله. فالانبا انطونيوس نفسه ما ابتداش كده، ابتدى يقول هقعد هركز في الصلاه، باظت معه يعني سرحت منه. لكن لما بقى شغل، عشان كده الشغل اللي احنا فيه ده نعمه، انك عندك شغل وبترجعي تصلي، انك عندك شركه وان عندك مسؤوليات دي بتساعدك على الصلاه احيانا. لو على طول ممكن تتحارب بحرب الملل زي ما الانبا انطونيوس علمنا. كمان الانبا انطونيوس في تدرجه كان جاله افكار غريبه. يعني مثلا جاله فكره هو في حد جه قبلي هنا، انا اعتبر اول راهب في الدنيا، يعني اكيد حاجه غاليه قوي عند ربنا يعني. فطبعا احنا لو فكرنا في حاجه زي كده عادي، يعني احنا تتحط جنب الخطايا اللي جنب بتاعتنا العاديه اللي متصالحين عليها. يعني انا احسن خادم، انا احسن واعظ، انا تحطها جنب بيت اخواتها. لكن الانبا انطونيوس لما تجيله فكره غريبه زي كده راح ربنا جايبه طبعا. تعالى يعني تفكر في ايه؟
قال له يعني اكيد بقى انا ما يعني أصل مفيش، ما انا لوحدي، ده انا هنبتدي الرهبنه اهو. قال له لا. وراح جايب له مين؟ الانبا بولا، وقال له في واحد لا تستحق الارض ان هو يطأ قدمها، قدمه تطأ ارضها، روح خد منه بركه. انبا انطونيوس طبعا زي ما انتم عارفين راح وزار انبا بولا. تقول لي دي مره، اقول لك لا، انبا انطونيوس وقع اخطيت يعني، انا بقول لكم ازاي التدرج. قال اكيد بقى احنا كرهبان، مش كلام عن نفسه بس، احنا كرهبان اكيد يعني قامتنا اعلى من الناس اللي في العالم. راح ربنا قال له تعالى حبيبي، ليه تفكر في كده؟ قال له ده في واحد بيشتغل دكتور طبيب، هتلاقوها اخر قصه او القصه اللي قبل الاخيره في قصه الانبا انطونيوس يعني. في واحد بيشتغل دكتور في اسكندريه احسن منك بكتير. قال له ده مين ده، عمل ايه يعني؟ قال له روح شوفه. فربنا اخده بشكل زي السياحه كده ووداه على اسكندريه وشاف الطبيب ده. قال له انت ايه تدبيرك وبتعمل ايه؟ قال له ابدا، انا بتصدق بالحاجه اللي بجيبها، يعني باخد فلوس، بياخد فلوس عادي، عنده عياده ولا عنده غيره وبياخد فلوس، بس الفلوس اللي باخدها بدي اغلبها لربنا، وباخد على قد احتياجاتي واحتياجات بيتي بس، ما اخدش ولا مليم زياده، هو احتياجي بس، الباقي كله اديه لربنا. وبعدين طول اليوم عمال اصلي، بس بصلي 3 مرات في اليوم بتركيز يعني، غير كده ما بين الصلوات قلبي مرفوع لربنا. فأنبا أنطونيوس قال له ايه تاني بتعمله؟ قال له لا صدقني ما بعملش حاجه تانية غير كده. قال له بس كده؟ فبص ربنا قال له هو بيعمل ايه زياده يعني؟ هو بيدي في الناس الفلوس، انا اديت كل اراضي 300 فدان. هو بيصلي 3 مرات وما بينهم صلاه يسوع، انا بصلي كل حين. فكان رد ربنا عليه ايه؟ الانسان ينظر الى العينين واما الله فينظر الى القلب. يعني اللي بيعمله ده من قلب شكله ايه؟ ما هو انا ممكن امسك احضر قداس كل يوم في الصيام الكبير، وفي واحد يجي يحضر قداس واحد بدموع يقش كل تعبي. ده اخطيت يعني، مش منافسه طبعا، بس اقصد دخل في جرح المسيح، دخل جواه. انا على الطرف قوي صحيح بقى، اللي يشوف من بره يعني كل يوم، لكن هو محدش دري بيه وقاعد ورا العمود. يبقى القصه بالقلب وبالعمق وليس بالعدد. رجع الانبا انطونيوس وعلم ولاده. كل موقف من دول كان بيرجع الانبا انطونيوس يعلم ولاده حته. فراح قال لهم يا احبائي، احنا نراجع نفسنا، ليست بكثرة الصلوات يظنون انه بكثرة صلواتهم يستجاب لهم، هي مش بالكثرة، هي بالعمق. وابتدى يتكلم كتير معاهم عن العمق في الصلاة زي ما هنشوف كمان شوية. اخر قصة بس دي ممكن اقراها لكم، جبناها مكتوبة اهي. يقول بينما كان القديس يصلي في قليته سمع صوتا يقول يا أنطونيوس إنك لم تبلغ بعد إلى ما بلغه خياط بمدينة اسكندرية. يعني كان الأول كان مين؟ طبيب. دلوقتي الأول طبعا أنبا بولا، وبعدين طبيب، وبعدين دلوقتي خياط. فقام القديس عاجلا وأخذ عصاه الجريدة بإيديه ووصل إلى الخياط. فلما نظر الخياط الشيخ ارتعد، سأله القديس ما هو عملك وتدبيرك؟ خلوا بالكم سعي الأنبا أنطونيوس ناحية التلمذة وإنه يتعلم، وهو أب رهبان بس لقى واحد عنده تدبير مختلف وعنده حتة حلوة كده فيروح يتعلم منه. أجابه الخياط إنني لا أظن أنني أعمل شيئا من الصلاح، ما افتكرش أنا بعمل أي حاجة عدلة، أنا راجل غلبان جدا. فاكر لما أول مرة أقعد فيها مع تصوني أنجيل، يعني أنا ضعفي كنت لسه مش أبونا، ومعانا أب كاهن ومعانا مجموعة، فأبونا اللي معايا فبيسألها بيقول لها إيه سر قداسة أبونا بشوي كامل؟ كان رد تصوني أنجيل إيه؟ أنا مش عارفة أنتوا ليه معتبريننا قديسين، إحنا ناس طبيعيين خالص، إحنا ناس عاديين يعني كان بيصلي وبيروح القداس يعني. فأبونا قال لها لا قولي لنا حاجة متميزة. قعد تقول يعني كان بيسمع كلام أب اعترافه. يا سلام. فقد كده القديس دايما بيشوف نفسه ولا حاجة، واللي ولا حاجة بيشوف نفسه قديس. إنني لا أظن أنني أعمل شيء من الصلاح غير أنني أنهض مبكرا، وقبل أن أبدأ عمل يدي أشكر الله وأباركه،
وأجعل خطاياي أمام عيني، وأقول إن كل الناس الذين في المدينة سيذهبون إلى ملكوت السماوات من أجل أعمالهم الصالحة، أما أنا فسأرث العقوبة الأبدية بسبب خطاياي. وأكرر هذا الكلام عينه في المساء قبل أن أنام. هنا افتكروا اللي كنا بنقوله، في مبدأ للفضيلة وفي تطبيق. التطبيق هنا انت ممكن تشعر انه في بيضغط على نفسه قوي، يعني انا استحق النار الابدية. انت خد المعنى ان الانسان يشوف نفسه اخر الكل، ويشوف نفسه خطيته امامه في كل حين، ومحتاج دايما يكون في حالة انسحاق امام الله. هتكررها بأنهي مفردات؟ دي المفردات اللي قالها الراجل الخياط، بس انت تكررها بمفردات اخرى خاصة بيك ممكن. لكن من حيث المبدأ اللي بيبقى احسن من الانبا انطونيوس هو الشخص الاكثر اتضاعا. ده المبدأ اللي تطلع بيه. فلما سمع منه القديس هذا الكلام قال له: حقا كالرجل الذي يشتغل في الذهب ويصنع أشياء جميلة ونقية في هدوء وسلام، هكذا أنت أيضا، فبواسطة أفكارك الطاهرة سترث ملكوت الله، بينما أنا الذي قضيت حياتي بعيدا عن الناس منعزلا في الصحراء لم أبلغ ما بلغته أنت. بصوا لنا مخطط تحتيها دي، اللي بيعمل أشياء جميلة ونقية في هدوء وسلام، عايز يقول مخفي عن الناس، يعني علاقته بربنا قوية قوي بس محدش شايفها. لأن كل ما بتتشاف خدماتنا، وكل ما بتتشاف فضائلنا، وكل ما بتشاف وعظنا، للأسف بتتسرق، بتاخد أجرك، بتدور على البركة اللي من وراها تلاقيها اختفت. يعني تخيلوا كده واحد مثلا عمال يتكلم قد إيه ربنا بيبعت له دموع مثلا في الصلاة، إيه بقى قابلني بقى الأسبوع اللي جاي على طول مش هتلاقيها. فاللي علاقته بربنا في الديرة ده، أقول لك أنت نفسك لما كنت في أيام إعدادي دي وتلاقي المذاكرة كتيرة وماما وبابا مشدين عليك مثلا، وتقوم زارق جوه الأوضة وتعمل زي ما قالوا لك في مدارس الأحد، تحط صورة المسيح وتصلي قدامه وتعمل مطانيتين اللي عارفهم. الحياة اللي في الديرة دي كانت جميلة جمال. لما بقى طلعنا للنور كده وبقى أمور كتير متشافة، اتنهبت النعمة دي. فهنا الأنبا أنطونيوس بيقول له: يا بختك، أنا اتعرفت خلاص، أنا منعزل عن العالم، بس العالم بقى بيجيلي عند البرية. أنت قاعد في هدوء وسلام ومحدش يسمع عنك، قديس في نفسك كده. ياما أحبائي الواحد يزور بعض الناس بيتهم قلاية بل دير. هو مثلا حد كنت عنده زوجته راحت السما، عياله متجوزين وفي أمريكا، هو عايش لوحده، فتوقعت إني هروح ألاقيه يعني مكتئب. رحت بأمانة لقيت وشه زي ما يكون منور، وقعد يقول لي: تعال أحكي لك بقى ظهور العذراء الزيتون، أصل أنا حضرته. وقعد نص ساعة يحكي لي على العذراء لما ظهرت في الزيتون، وحاطط قدامه في الصالة الإنجيل مفتوح كده. إيه الحلاوة دي؟ يقول لي: أنا قاعد هنا، أنا في دير، أنا كنت كل أمنيتي كنت جالي وأنا صغير كنت نفسي أترهبن، جات لي لغاية عندي. صحيح مراتي وحشاني ويشاور لي عليها كده، حاطط صورتها قدامه، بس بكلمها، ما هي في السماء وأنا على الأرض. أنا قاعد هنا في دير، أنا مبسوط. إيه الجمال دوه في الديرة. أقول يا بختك، يا بختك. عشان كده القديسين كانوا بيحرصوا إن هم يفضلوا في الديرة حتى لو اتعرفوا، زي أبونا فانوس ولا أبونا فلتأوس. الحركات اللي بيعملوها دي كلها عشان إيه؟ عشان تفضل علاقتهم، بصوا الكلمة، ما بينهم وما بين ربنا في هدوء. نقطة بعيدا عن الشكل. تعالوا ناخد حاجتين كده وناخد بريك بعد كده. يقول: حدث أنه لما دخل القديس أنطونيوس البرية الداخلية أن الشياطين نظرت إليه منزعجة. ساعة ما راح الصحراء في الأول، الشياطين قالوا: إيه ده بقى، ده جاي فوق لنا، يعني إيه هيعمل حركة رهبانة بقى والناس تتجمع لا. نظرت إليه منزعجة فاجتمعت عليه وقالت له: يا صبي العمر والعقل، كيف تجاسرت ودخلت بلادنا؟ لأننا ما رأينا بشرا آدميا سواك. محدش جالنا هنا في الصحراء يتعبد لربنا وينفرد كده، انت أول واحد. وانت ايه، انت صبي العمر وصبي العقل، يعني انت ما انتش قدينا.
وابتدأوا يجاهدون كلهم، فقال لهم: يا أقوياء، ماذا تريدون مني؟ أنا الضعيف المسكين، وما هو مقداري حتى تجمعتم كلكم علي؟ ألا تعلمون إني تراب ووسخ وكلا شيء، وضعيف عن قتال أحد أصاغركم؟ سيبكم من إنه دخل البرية وقابل الشياطين، ما هو نفس الشياطين دي موجودة بس حوالينا في العالم برضه. لما يجي حد ينتهرك ويقول لك كلمة زي كده، وانت الخدم بتاع أول امبارح جاي تفرض رأيك، يعني تخيل لو حد قال لك كده، هل معقولة هتفكر بطريقة أيوة فعلا أنا غلبان جدا، أنا غلبان جدا، أنا أصلا أنا إيه اللي مقعدني وسطيكم؟ الأنبا أنطونيوس كان دي طريقة تفكيره: أنا تراب ووسخ وكلا شيء. تخيلوا أحبائي إن الأفكار البسيطة دي بعدت عن دماغنا، أفكار ABC مسيحية. أنا وراجع للتراب، والنقلنا للتراب ده ما نعرفهاش هتيجي إمتى، وبالتالي إحنا مش من الدنيا، خلينا نركز في السماء. الكلمتين البسطة بتوع المسيحية دول بيغيبوا عننا. ساعات بقول لحضراتكم: هل حد بيسمع عن ترانيم زي من نوعية أنا التراب افتكر يا نفسي بتاعت أبونا يوسف أسعد دي؟ ما تلاقيش حاجة من المستوى ده. ليه؟ أخدنا على العالم شوية زيادة. لكن أنطونيوس وتلاميذه حضروا في ذهنهم باستمرار: إحنا تراب. أصل لما يبقى قدوتك ومثلك الأعلى بيقول الكلام ده، كل تلاميذه من وراه بيقولوا نفس الكلام. أنا فاكر مرة كنت في دير، في أحد الرهبان بتعرف عليه، لقيته معاه دكتوراه في الهندسة من ألمانيا، فانبهرت. وبعدين بنقول له: طب قدسك هنا ماسك ايه؟ قلت اكيد ماسك المنشآت، ماسك الزراعات، ماسك بشتغل سواق جرار عند الجماعة الحلوين دول. سكت بقى، مش هقعد احاربه واقول له انت هتودي الشهادة فين وخسارة. لكن اعجبت، يعني ايه واحد شايف للدرجة دي ان مهما بلغ هو مستعد يتنازل وبيتكلم من قلبه. الناس الحلوين دول كتر خيرهم خدوني اشتغل عندهم. واحد، سيبك من التطبيق وخلينا في المبدأ. هل احنا عندنا مبدأ التواضع؟ انا عارف ان ممكن يكون عندنا مبدأ التواضع قدام ربنا، لا، التواضع قدام الناس، انك تتواضع قدام الناس، انك تقبل تقول آسف فعلا من قلبك. ما كانش يبقى فيه مشاكل زوجية، او كنا بنعرف نقولها، نعرف نقول انا اطلع مين علشان اقول رأيي. ما كانش يبقى فيه تحزبات او اضطرابات جوه الخدمة لو احنا بنفكر بطريقة انا التراب اللي هي اللوجيك، اللي هي المسيحية يعني. طب يكمل يقول ايه: وكان يلقي بذاته على الارض ويصرخ ويقول: يا رب اعني وقوي ضعفي، ارحمني يا رب فاني التجأت اليك. يا رب لا تتخلى عني ولا يقوى علي هؤلاء الذين يحسبون اني شيء، دول فاكريني حاجة. يا رب انت تعلم اني ضعيف عن مقاومة احد اصاغر هؤلاء. فكانت الشياطين إذا سمعت هذه الصلاة المملوءة، بصوا، حياة واتضاع. بصوا التعبير، يعني حياة يعني بيتكلم من قلبه بانفعال، بيتكلم بإحساس فعلا، هو مش بيردد كلام. ارحمني يا رب من الناس دول. لما حد مننا تاكله فكرة شريرة، لو عرف يرمي نفسه كده يقول له: يا رب الحقني، أنا مش بتاع الكلام ده، هضيع نفسي تاني، أنا ما صدقت في السم الكبير، هبطل الكلام ده. لو طلع من جوه قلبك وبهذا الاتضاع، تهرب منه ولا تقدر على الدنو منه. الشياطين تخاف من شخص واحد اسمه المتواضع. بصوا الصورة اللي قدامكم دي، الجزء اللي فات اللي أنا قريته لكم ده، يقال إنه مايكل أنجلو اللي رسم الصورة دي. مش عارف تفسروها من عندكم ولا لأ. أنا قعدت أدور، لقيت في ناس بتقول مايكل أنجلو وناس بتقول راجل رسام ألماني كده، بس ما علينا، كلهم مش مصريين يعني، وكلهم من العصور الوسطى، حتى الألماني ده برضو 1400 وحاجة. اللي في النص ده الأنبا أنطونيوس، واللي حواليه دول إيه؟ دول الشياطين، أنواع الحروب اللي حاربت الأنبا أنطونيوس. ففي واحد تلاقيه بتاع زن في الودان، وفي واحد ماسك راسه، وفي واحد جاي عند بطنه، وفي واحد عند إيديه. كلها أنواع من الحروب. عارفين زي ما البابا شنودة كتب في المديحة بتاعت في كنيسة الأبكار: بأختك ذكروك، ومرة ظهروا نصروا الذهب والمال أمامك على الرمال. الأنبا أنطونيوس اتحارب بطرق شتى علشان يبرجلوه ويرجعوه عن عزيمته.
اقول لكم واحده وناخد بريك بعديها. يعني احنا متوقعين مره يظهروا له في صوره امراه شريره، مره عباره عن اثار فرعونيه قدامه في القلايه، قدام القلايه. تخيل واحد لقى اثار فرعونيه قدامه، ذهب منثور. الحته بتاعتي فكروه باخته دي برضو فرقت معايا قوي، لانها لقيتها مكتوبه ان يقعدوا يقولوا له سبتها، طب بتاكل ايه، بتشرب ايه، يعني برضو كلام يعني روحي او يعني في احاسيس يعني. في مره بقى لقيت حاجه غريبه قوي، لقيتهم في مره هو قاعد في القلايه بيصلي، فسمع صوت بره القلايه ايه، صوت ناس عماله تقول هيلا هوب هيلا هوب، حاجه يعني ناس مش شايله حاجه. فراح فتح باب القلايه، قام لقى مجموعه شياطين طابور كده وشايلين ريشه كبيره قوي. فهو راح باصص كده وراح راجع تاني يصلي. راحوا داخلين له قالوا له احنا عايزين نطلعك من جو الصلاه تضحك، حتى احنا عايزين تفك شويه. بيعملوا كانها حاجه تقيله وهي عباره عن ريشه، بس يعني عشان بس نخرجك من الجو الجد اللي انت فيه ده. هو مش جد ولا حاجه، هو جو روحي. ففعلا هي رسمه معبره عن حروب الانبا انطونيوس. ناخد بريك ونرجع بعد كده نكمل اقوال وقصص الانبا انطونيوس. لالهنا المجد الدائم للابد.